المنتخب المغربي بقيادة والد الركراكي كيشد العزيمة باش يحقق رقم قياسي عالمي ما قدر حتى منتخب يديرو من 2009، العام اللي دار فيه المنتخب الإسباني سلسلة ديال 15 انتصار متتالي قبل ما يتكسر هذا الرقم في مباراة ضد أمريكا في كأس القارات. دابا المنتخب المغربي بعيد غير بانتصار واحد على هذه السلسلة، وغادي يحاول يعادلها في الماتش الودي ضد البحرين اللي غادي يتلعب غدا الخميس في ملعب مولاي عبد الله في الرباط، وهذه فرصة كبيرة للأسود باش يسجلوا اسمهم في التاريخ. ولكن طموح الركراكي ما واقفش هنا، حيت بعد البحرين كاين ماتش آخر يوم الثلاثاء ضد الكونغو في آخر جولة من تصفيات كأس العالم 2026، واللي ممكن يخلي المنتخب يكسر الرقم الإسباني ويولي عنده السلسلة الأطول في التاريخ الحديث. الركراكي معروف بحبه الأرقام القياسية، وقال في الندوة الصحفية قبل الماتش: حتى لو كانت ألمانيا في بلاصتنا ما غاديش يهمهم واش غادي يلعبوا ضد البحرين ولا ليشتنشتاين، المهم هو يربحوا ويسجلوا رقم جديد. وزاد وقال: حنا حاولنا نبرمجوا ماتشات ضد منتخبات كبار بحال السنغال وكوت ديفار، ولكن عندهم تصفيات ديالهم ما قدرناش نلعبوا معاهم. وأكد الركراكي أن الهدف ماشي شخصي بل وطني، وقال: الهدف هذا غادي يتسجل باسم المغرب كامل ماشي باسمي أنا، وغادي تبقى الأجيال الجاية تفتخر أن المغرب هو صاحب الرقم القياسي. الجماهير المغربية كانت في الموعد، أكثر من 66 ألف تذكرة تباعت، والأجواء غادي تكون احتفالية بزاف في ملعب مولاي عبد الله. أرقام خرافية للأسود. المنتخب المغربي والركراكي عندهم سلسلة ديال إنجازات كبيرة. المغرب هو المنتخب الإفريقي الوحيد اللي مازال ممكن يسالي تصفيات المونديال بالعلامة الكاملة، ربح 7 المباريات متتالية في سلسلة تصفيات وسجل 21 هدف وطلقى غير 2. الركراكي دابا عنده 38 ماتش مع المنتخب، ربح 27، تعادل في 7 وخسر غير 4. أول مدرب إفريقي ربح البرازيل في ماتش ودي في طنجة، وأول مدرب عربي ربح البرازيل في ماتش ودي في طنجة. ولكن الركراكي كيشوف أن هذه الأرقام ما تعني والو بلا لقب، وقال: الأرقام زوينة ولكن الهدف الكبير هو كأس إفريقيا، هذه البطولة اللي باغي نتوج بها. ومن يتسولوه واش هو أحسن مدرب في التاريخ ديال الكرة المغربية، جاوب بتواضع: ما نقدرش نقول أنا الأفضل هو اللي يجيب الألقاب. صحيح درنا إنجاز كبير في المونديال، ولكن بلا لقب ما نقدرش نقول أنا ولا الجيل ديالي الأفضل. وختم الركراكي كلامه قائلا: الهدف ديالنا هو نصنعوا جيل ديال الأبطال، ماشي غير نحطموا الأرقام، ولكن نخليو بصمة حقيقية في التاريخ ديال الكرة المغربية والإفريقية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.